ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيظ المثقفون. أنا إذا غلا علي شيء تركته فيكون أرخص ما يكون مهما غلا. ومقام سيدي الكتانوني لألعب بالبيضة والحجر. هتدجل ومين ما بيدجلش؟ بس الدجل الزباخي له ناس. الدجل هو اللعب الذكي بآمال ورغبات الناس، بس ليه أصول أنت ما تعرفهاش. اللي عرفني بأسس الميتافيزيقيا وقواعد المنطق الرياضي وأساليب البحث عن الحقيقة قادر يعرفني بأساليب الدجل وفن الشعوذة. شعوذة؟ أي الشعبذة، كما قال ابن خلدون في المقدمة يا جاهل. مالك يا حبيبي؟ في إيه؟ أنت اتجننت؟ التكيف الاجتماعي هو عملية ملائمة إمكانيات الفرد لإطار البيئة الاجتماعية المحيطة به. اسمع أستاذ. اتفضل يا سيداحي. نفرض أن البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد بيئة فاسدة، إزاي يكيف نفسه فيها؟ إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. يحتم بعقله ازاي يا استاذ؟ يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته. وازاي يتحكم في رغباته؟ بالحد من الاستهلاك. يعني ما ناكلش يا استاذ؟ ناكل بالعقل بالأصول. الإنسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن إذا زاد معدل استهلاكه في إشباع رغباته لدرجة التفاصيل والنهم حياته هتفسد، لأنها هتتحول إلى قلق وصراعات وانحرافات هتفقده طعم الإحساس باللذات اللي بيجري وراها. طب يفتح الودع؟ لا، ما كانش بيفتح الودع. أنا بقى هفتح الودع وأرطس الجدع وأعمل حجاب مسحور. حجاب مسحور. خوف الناس من المستقبل بيسبب لهم قلق، والقلق بيخلق الاستعداد لتقبل الإيحاء، وفي ظل الإيحاء الناس بتصدق أي حاجة. افتكر أكتر. ده ممكن يسمع بودانه ويشوف بعينيه حاجات ملهاش أي وجود. يا سلام. أمال الناس متعلقة بالتخاريف من قديم الأزل ليه؟ ليه غاويين يصدقوها ويتلذذوا بسيرتها ويتفرجوا عليها في الروايات والأفلام ليه يعني؟ ليه؟ عشان يسيطروا بيها على القلق والخوف من بكرة اللي معشش جواهم وبيطاردهم. الذكاء العقلي ملوش علاقة بالثبات الانفعالي. يعني ايه؟ في حالة الانفعال الكل بيتساوى في تقبل الإيحاء. مفيش فرق هنا بقى بين غبي وذكي أو متعلم ومثقف. الخوف بيعطل التفكير وبيشيل القدرة على التصرف.